من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لحد هو إنه يكون بيتفرج على مسلسل أو فيلم بيحبه وتطلع النهاية في الآخر وحشة أو المسلسل يتكنسل بالكامل. وعشان كده في القائمة دي أنا هتكلم عن أكتر 5 مسلسلات ضايقتني جدا نهايتهم. ولكن قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نسبة كبيرة من المتابعين بيتفرج من غير ما يشترك. سلاكتر واحد من المسلسلات اللي كان فيها عالم مميز بشخصيات وقصة أحداثها مشوقة وممتعة مع أكشن كويس وعالم مميز، ولكن للأسف اتظلم بشكل كبير المسلسل ده لأن ديزني اكس دي كنسلته ووقفت إنتاجه وسابتنا كده متعلقين بدون ما القصة تخلص، واللي بيخليني للأسف أحطه في القائمة دي لأن آخر حلقة اتعرضت من المسلسل مش بتقفل القصة وبالتالي بيخليها نهاية سيئة بالنسبة لي. والمشكلة مش هو الوحيد اللي في القائمة دي اللي اتكنسل قبل ما يخلص قصته. جليتش تكس مسلسل من إنتاج نيكلوديون ونتفليكس بيتكلم عن عالم في جليتشات ألعاب الفيديو بتتحول لوحوش بقدرات وأفكار مختلفة، وكل جليتش منهم في طريقة معينة تدمروا بيها، والناس المسؤولين عن تدمير الجليتشات دي هم الجليتش تكس اللي بيروحوا للمكان اللي فيه الجليتش يدمروه وبعدها يمسحوا ذاكرة الناس اللي موجودة عشان تعرف الناس تكمل حياتها من غير ما تفضل مصدومة من اللي حصل. المسلسل بصراحة كان حلو والشخصيات اللي فيه كانت حلوة، ده غير الفكرة نفسها والوحوش اللي طريقة هزيمتهم مختلفة عن بعض، وستايل الانيميشن بصراحة يجنن من الكوميديا الخفيفة اللي فيه، ده غير انك لو بتحب الالعاب هتلاقيهم بيلمحوا عن العاب كتيرة كل شوية. من الاخر مسلسل خرافي، ولكن بالرغم من كل ده الا انه اتلغى او بمعنى ادق ما عملوش موسم ثالث، واللي هو شيء مستفز لان بجد المسلسل كان حلو، وخصوصا انه اخر الموسم الثاني كانوا بيلمحوا لحاجه معينه على اساس انها هتكمل في الموسم الثالث اللي لحد النهارده ما نعرفش اذا كان هيتعمل ولا لا، لان نتفليكس ما قالتش انه اتلغى بشكل رسمي ولا قالت انهم شغالين على موسم جديد. وبصراحه انا متضايق قوي لان مسلسل زي ده يتلغي في حين مسلسل زي تين تايتنز جو لسه لحد دلوقتي شغال. تين تايتنز جو زي ما قلت من شوية لسه موجود ومستمر، ونفسي أعرف إزاي مسلسل بالشكل ده لسه موجود أصلا في حين أرهب وأحسن المسلسلات بتتلغي بكل بساطة. بس اللي معانا في القائمة دي هو المسلسل الأصلي تين تايتنز، واللي للأسف قرر إنه يقفل مسلسله بنهاية مفتوحة. نهاية مفتوحة يعني نهاية مش بتقفل كل المواضيع اللي أنت عايز تعرفها، وبالتالي القصة بتبقى نوعا ما ناقصة، ودي أبشع طريقة تقفل بيها مسلسل لأنها فعليا بتدمر السبب الوحيد اللي خلاك تتفرج على القصة من الأساس، وهو إنك تعرف نهاية القصة. وعشان كده للأسف تين تايتنز نهايته مش حلوة، بس عشان أكون صريح في نهايات مفتوحة أسوأ من كده بكتير، زي أيوة عارف في فيلم ومسلسل هيكملوا جامبل وإنه بشكل أو بآخر مش النهاية، ولكن لفترة محترمة دي كانت نهاية جامبل بشكل كامل. وخلينا نكون صريحين، إحنا مش عارفين لسه الفيلم اتلغى ولا لأ، ولا المسلسل اللي هيكمل بعد الحلقة الأخيرة لسه ما تمش حتى الإعلان عن اسمه، فاحسب إن دي نهاية المسلسل. شوفوا عشان ما احرقش على حد، عشان هتكلم بتفاصيل شوية، فروحوا للدقيقة دي. اوكي مشيتوا تمام. النهاية كانت غريبة ومفتوحة بشكل غريب، الحلقة كلها تقريبا تمام ممكن تعدي، لكن المشهد الأخير من المسلسل كله هو ده اللي بيقع فيه روب في الفويد وبس، وحتى مش بيكملوا الوقعة بالكامل. تخيل مسلسل انت بتحبه ينتهي بحلقة مش متفسرة زي كده، مشهد بيسيب مش علامة استفهام واحدة، علامات كتير جدا. ليه روب حاول يحول كل اللي في المدرسة البشر، وازاي عرف انه الفويد هيبلع العالم، وازاي وليه الفويد قرر يبلع العالم دلوقتي، وايه هيحصل ليهم. وقتها طبعا كان أهم سؤال هو هي دي النهاية بجد ولا في تكملة؟ ولكن بعدها بسنة طلعوا أعلنوا عن فيلم ومسلسل جديد لجامبل، ولحد الآن ما نعرفش أي حاجة عنه. بس عارفين إيه اللي انتهى بالكامل نهاية رسمية وافتكر نفسه إنه عمل نهاية عظيمة وطلعت في الآخر واحدة من إذا ما كانتش أسوأ نهاية في العالم؟ هو اوكي انا هكون صريح معكم، ستار هي السبب في الفيديو ده، لاني افتكرت النهاية قريب وافتكرت قد ايه هي ملهاش معنى. شوف انا بصراحة هتكلم براحتي هنا، فلو ما شفتش النهاية وما تحرقش دمك من النهاية زينا روح شوفها وبعدين ارجع، لان انا هحرقها دلوقتي بالكامل. اوكي كانوا بيفكروا في ايه لما عملوا النهاية دي؟ لا بجد يعني ايه فجأة كده يقرروا الكتاب انه نهاية نجمة هتكون انها تدمر السحر؟ بجد مفيش اي نهاية كويسة ممكن الكتاب يكتبوها غير دي. ولا بدون اي مقدمات تقرر ستار في اخر حلقة انها تدمر السحر بشكل كامل عشان تنقذ الوحوش اللي في ميوني، فبتعمل ده عن طريق انها تموت كل الكائنات اللي كانت معمولة من السحر، بتدمر كائنات على حساب كائنات تانية، بتقطع وصلة بين الابعاد موجودة من ملايين السنين عشان تنقذ الوحوش، بل قد تكون عرضة استقرار الكون كله الخطر عشان تهزم جيش سولاريا السحري. ده
بالظبط زي لو حد جه يحاربك فتقطع الاكسجين على الكوكب كله عشان ما يقدرش يهزمك، وتخنق نفسك وكل اللي عايشين في الكوكب عشان تهزم عدو واحد. ولكن عارفين ايه هي ابشع حاجة؟ انها قررت القرار ده فجأة كده. لحد الحلقات الاخيرة من الموسم وستار بتستخدم السحر عادي، ما كانش عندها مشكلة انها تستخدم السحر، وفي اخر حلقة فجأة كده تقرر انه جه وقت تدمير السحر بدون تفسير او تبرير من اي نوع. يعني طول المسلسل واحنا شايفين ان المشكلة الاكبر هي العداء بين الوحوش والبشر، وان الحل الوحيد ان يجي ملك يحكم ميوني ويضمن حقوق الاتنين، والمفروض كانت هتكون بشكل او باخر هي ستار، لان دي بداية المسلسل اصلا، ان ستار تتعلم استخدام السحر وتتعلم تصلح المشاكل اللي عملوها الملوك اللي قبل كده. وطول المسلسل واحنا شايفينها وهي بتتطور يوم بعد يوم. المسار الطبيعي المفروض للقصة انها تحصل احداث تخليها تبقى الملكة، لكن لا، ازاي؟ السحر هو المشكلة مش الناس، مينا مش خطر، السحر هو الخطر. عشان كده بيسيبوها تمشي بعد ما عرضت حياة الناس كلها للخطر، سابوها تمشي عادي جدا ولا كأن في حاجة حصلت. طب ما هي ممكن تعمل أسلحة تقليدية وتموت بيها الوحوش، ولكن كل ده كوم، وآخر حاجة بتحصل في الحلقة دي كوم تاني خالص. البعدين دول اللي قدامكم هم ميوني والأرض. في آخر حلقة في الموسم الأخير من ستار بيندمجوا في بعد واحد، وكل ده عشان الناس ما تزعلش من النهاية وتخلي ماركو وستار في نفس البعد. ده عبط كتابي من النوع التقيل، لأن ده معناه إن ميوني والأرض هيحاولوا يتأقلموا إنهم يعيشوا مع بعض في عالم واحد. إزاي دي تكون نهاية مسلسل؟ دي بداية لمسلسل من 20 موسم، دي مش نهاية. النهاية دي بتقفل كل حاجة اشتغلنا عليها طول المسلسل بشكل غلط. ستار المفروض تبقى الملكة الجديدة لميوني لأنها تعرف تتعامل مع الوحوش والبشر بعدل. لا، هتدمر السحر بدون أي سبب. المفروض مينا تتعاقب على اللي عملته طول المسلسل. لا، تمشي بشكل طبيعي بعد ما دمرنا وقتلنا كل المخلوقات اللي كانت بتعتمد على السحر، وعزلنا الأبعاد كلها عن بعض، وعرضنا الكون كله للخطر، وتسببنا في إنه بعدين كاملين بحضاراتهم ومدنهم ومملكتهم بيندمجوا مع بعض. إزاي الحلقة دي اتعملت؟ مين اللي كتب آخر حلقة؟ وليه في كل الناس اللي عدت عليهم الحلقة مفيش واحد حس إنها نهاية غبية؟ مسلسل فيه 4 مواسم متكون من 77 حلقة، حلقة واحدة بس واللي هي أهم حلقة تطلع أسوأ وأبشع حلقة في تاريخ الأنيميشن كله. المسلسلات الطبيعية بتعمل حلقات وحشة في نص الموسم أو أوله، لكن الحلقة الأخيرة تخليها أسوأ حلقة من كل النواحي، من ناحية الرسومات والتحريك، من ناحية الشخصيات، ومن ناحية القصة. من كل الجهات الحلقة مهما بصيت لها بكذا طريقة الحلقة وده السبب اللي بيخلي في ناس لحد دلوقتي بتحاول تقنع ديزني انها تعمل موسم قصير حتى يقفلوا في المسلسل بشكل فعلي، لان دي مش نهاية كويسة بأي شكل من الاشكال. يا اخي هم ليه متخلفين وما بيفهموش اي حاجة؟ المسلسلات الكويسة يلغوها، ولو حصلوا وصلوا لاخر القصة ينهوها بشكل وحش، او يبقى المسلسل سيء جدا ويفضل يعمل حلقات لحد النهاردة. انا عايز اعرف مين المسؤول عن القرارات دي عشان عايز اوكي كده انا خلصت وقلت كل اللي انا كنت عايز اقوله. بس بجد ايه رأيكم انتوا في النهايات دي كلها؟ وهل عندكم نهاية بجد وحشة دمرت المسلسل كله؟ اكتبوها تحت في الكومنتس، واحتمال لو شفت المسلسلات دي اعمل قائمة تانية زي الفيديو ده. ولو عندكم افكار لتوب 5 قولوا لي عليها في الكومنتس تحت. واذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وانشروه في كل حتة، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. ولو عايزين تشوفوا فيديو تاني شوفوا الفيديو ده.